المية بيبدأ ببلاك اللي بيكون قاعد قدام الشرطي ده، وساعتها احنا مش بنعرف هو هناك ليه، بس هنعرف قدام حبة، وفي ده بنشوف الشرطي وبيقول له تعالى الأسبوع الجاي، وبلال بيقول أنا أسبوع. وقتها بنشوف الشرطي وبيقول لي تحلى بالصبر يا بلاك، وبنشوف الشرطي وهو بيزعل العسكري اللي معاه وبيقول له فين السيجار بتاعي، وبنعرف فعلا إن عنده صبر. وقتها بنشوفه وهو قاعد في البيت وجنبه أزايز من اللي بالي بالك، وبينام وبيصحى تاني يوم مفزوع من صوت المنبه بتاعه. بيبقى المشهد لبلاك وهو بيحاسب الناس في السوبر ماركت، واحد بارد بيخش عليه اسمه روان، هو من بيخش عليه بيقول له مفيش أي خصم ليا. ساعتها بنشوف بلاك بيبص له بصة تطلع الخلف، وفي الوقت ده البنت اللي ورا بتقول بلاك إياك تعمل له أي خصم، وفي نفس الوقت بالله بتقول اللي هتطلع الوضع ده من هنا قد معايا الوقت كله بنص ساعة. على طول هذا ده بيطلع، ويوان كان هيعملها على روحه. الاتنين شرطيين دخلوا قبل ما هو يحاسب، بنلاقيه الشرطي رفع البتاع على بقه وبيقول له ده كل مرة حط على الحساب يا بلاك، حتى في الصين بقى بيقولوا على الحساب يا مصريين خلطتوا على الناس ولا ايه؟ بنشوف في هزة أرضية بس بلاك وحش مش همه أي حاجة. اسمع بقى يا عزيزي، انت كده داخل على عظمة مش هتشوفها الا عند ابراهيم بس في قناة في الموت، فجهز بقى اي حاجة وتعالى نشوف المدعكة اللي هتحصل دي. بتبقى المشهد بقول الشباب دمت وما بيتكلموا بيكون اسم البنت اسمها كيم، اما الولد مقالوش على اسمه عشان هو مش هيطول معانا. ووقتها بيقول يا كيم امتى هنرجع لبلادنا، ولسه يعني ما كملش الكلمة بنلاقي رصاصة مخترقة رقبته، وده جيش داخل عليه وبنازل تخبيط في المكان. اول ما كيم بتخش جوه بيقول للقائد انا الشرطي اللي كان معاك يا كيم، بتقول له ده هو مات وهو بره. فالقائد بيقول لهم احنا عايزين ندخل الوقت، وكيم بتقول له دلوقتي القذر الفرقة الصغيرة ده بيكون اسمهم. القائد بيقولوا ما بانوش من زمان، وساعتها القائد بيقول يا جوان اتصل بمكتب الوزارة، وبيقول جوان انا فعلا تم يا فندم بس الاشارة مش موجودة حاليا. وبيكون القائد مصدوم وبيقول دي اكيد نهايتنا. فده بنشوف الفرقة اللي بره اتفرقت وبتشحن قدام القاعة اللي فيها الشرطيين، وكيم بيسمع صوت عياط بنت صغيرة فبتروح عشان تجيبها بس ما تعرفش انها كده هتكون نهايتها. مرة واحدة وهي ماسكة البنت بنلاقي سكين راشقة في ظهرها، وبنلاقي البنت ديت نازلة تشريح فيها ولكنها بالشرح في فرخة لا خلصت عليها في أقل من 3 ثواني. بنلاقي الفرقة داخل عليهم في الوقت ده هم بيسمعوا جوه الصوت قنبلة لازقة في الباب، وفعلا الباب بينفجر وبنلاقي كل واحد واخد فيهم كفر ومستني اللي يخش. وفعلا أول ما الفرقة بتخش بنلاقيهم كلهم نازلين تخبيط فيها ومش راحمين أي حد، وأول ما بيخلصوا عليهم بيلاقوا قنبلتين مرمين عليه. واول ما بينفجر بنلاقي ان الكل اترمى بعيد والكنوز كلها ماتت ما عادش الا واحد من الفرقه داخل عليهم لسه راح يضرب في كل اللي وقعنا قاد. اللي واحد من الجنود قايم ومسك فيه وخلصوا على بعض في نفس الوقت. نعرف ان الكل مات ما عادش الا القائد بس. مثل المشهد الشرطي اللي كان عند بلاك وبيخبط في التلفزيون وبيقول مش راضي يشتغل ليه. وقتها بنشوف ان الكل راجع تاني للسوبر ماركت وبارد معاهم، وساعتها بنشوف كان هو داخل الطفل ده وهو مش ناقد يتنفس. وبلاك اول ما بيشوف حالته بيطلع يجري على طول ويجيب ازازه خمره مشرب ويقول لهم يمسكوا الواد حلو ويرش الخمره على بطن الواد عشان تعمل له مسكن. بتلاقيه بيطلع المشرب وبيعور في بطنه في حته معينه بيقدر بعدها ان هو يتنفس. وساعتها بنشوف ان الفرقه الصغيره بقت قدامهم وبنلاقيهم كلهم واخدين الاسلحه على باب السوبر ماركت، وبلاك واقف ومش فاهم اي حاجه. وبعد القائد بتاع الفرقه بيقول ما تخافوش انا هيعمل معاكم صفقه، انا عاوز البت ديت ومحدش فيكم يموت، وبيقول معاكم 3 دقايق للتفكير والا كله يموت. وقتها مايا اللي جنبه بتقول لي ديري 3 دقايق وكون خلاص على الكل، متعرفش اللي احنا معانا اسد جوه. ساعتها بنشوف يوان وهو بيقول اللي هم عاوزينها تطلع عشان كلنا نعيش، بس الكل بيكون رافض وبيفضل يزهق والكل ما يكونش شاغل باله بيه اصلا. بنشوف البت اللي هو عاوزينها خدت القرار من نفسها وبقت تطلع ادت البطل بتاعنا جهاز كده، وبقت تطلع قام جاي ماسكها من ايديها ومدخلها وقام جاي في الباب في وشها. وساعتها 2 معضلين نزلوا من العربيه دي وبيقول للهضبه ده يوسف خش طلعهم كلهم من جوه. وبنرجع تاني لبلاك وهو ماسك لينا وداخل جوه، بس بنلاقي واحد ماسك فيها وهو عاوز انه يخرجها، بس مره واحده بنلاقيه متخرم من الطلق. بنشوف بلاك وهو مدخله من المخزن جوه وبيقول لهم لو عايزين تعيشوا بجد شيل الحاجه اللي فوق الباب ده. وهو طبعا بيطلع عشان يجهز لهم، وفعلا بنلاقيه بيعمل فخ لهم. وبنشوف هو بياخد مسامير وحبة حاجات وهو بيحط حاجات في قلب الميكروويف. وقتها بنلاقي دخل على الرجاله وبنشوف هو بيحط الحاجه ديت على الحديد عشان يتاكل. بنلاقي وقتها يوسف دخل على السوبر ماركت وبنلاقي الميكروويف انفجر وما كل اللي مع يوسف، وقال يوسف مات واللي معاه عزيزي. وبيكون بلاك خد الناس ونزل النفق ووصل للباب ده ويجرب انه يفتح الباب ما بيعرفش يفتحه، والشرطيين جم يجربوا هم كمان ما بينهضوش. فبلاك بيشغل دماغه وبيطلع فكره وهنعرفها برضه دلوقتي. وبنتقل بقى المشهد بلاك وهو فوق وبيعمل الازازه بره علشان تعمل دخان، وبيقول لي 2 الشرطيين اللي معاه هاتوا كل حاجه اللي قلت لكم عليها. بنلاقي الشرطيين بيلموا كل حاجه ويا دوبك بلاك بيحس ان يوسف وراه، بنلاقيه داخل عليه بالبوكس بس بلاك بيفديه وبيكون يوسف مسيطر عليه.
بس الكلام ده هيدوم قول معايا يا عزيزي. وبيكون خلاص يوسف هيخلص عليه، بس بنلاقيه واحد حط المفتاح في جنبه، وبالله خد بوكس قبل ما يموت بيطلع القطه دي من هدومه. بالله 4 من الفرقه داخلين على بلاك، بس ده هيفرق معاه؟ قول معايا يا عزيزي. لا والله بالله ماسك كل واحد فيهم عامل معاه الصح، واللي بيمسكه بيعمل كفر عشان خاطر ما يموتش بالطريقه اللي هما بيضربوا عليه. بيموت الكل، بعد ما يموت الكل يوسف بيخش عليه وبيضطروا يكون بعض وبيروحوا المطار ديت، ويوسف بيكون مسيطر في الاول، بس يوسف بيكون تقيل وما بيعرفش اللي هو يسيطر على جسمه. بالله مره واحده بالله ماسك الرقبه ونازل في يوسف تخبيط وبيكسر رجله فعلا. بالله يوسف وقع على الارض وما عادش ان هو يمشي. بالله بيخلص عليه ما بيرحموش حرفيا. وبالله بلاك نزل فعلا الباب بيتفتح، وبنفس الوقت بينتهي بين المشهد لمايا وهي واقفة قدام جثة يوسف. نرجع للزمن اللي ورا وبنعرف إن مايا بتكون كل الأطفال كارهاها وبيلعبوا وسايبينها الوحيدة ومش بيلعبوا معاها. بنلاقي القائد رايح لها وبيقول لها إيه اللي مزعلك، وهي مش بترد عليه، فبيقول لها أنت خلاص بقيت بنتي من النهاردة ومحدش هنا يزعلك تاني. ساعتها بنشوف إن يوسف الوحيد اللي كان بيحبها وبيعملها إنها أخت. نرجع لوقتنا حالي وهي بتاخد الوشاح بتاعه تلبسه ونزلت عشان تقابل اللي موت يوسف. متعرفش إنها نازلة الوحش. شوفها وهي نازلة مع جيش من المسلحين، بس ده يفرق مع بطلنا. هنشوف دلوقتي. هناخد بالله بلاك مسك واحد فيهم وموته في اقل من ثانيه، وعمل كفر بيه عشان كله كان بيضرب عليه نار. اي حد كان بيموته كان بيعمل كمثل عشان خاطر ما يموتش. واخر واحد بيوصل عند مايا ومايا بتخلص السلاح كله وما بتجيش شمه ولا بتنهض تلمسه. بالله بلاك بيعافر معاها وهو مش راضي يموتها، بس بينزلوا بعد تخبيط كل حاجه من اليمين والشمال، وبيقول له بلاش، مش عاوز يموتها، بس هي لا عايزه تاخد بطار يوسف. طلع السكينه وبتفضل تضرب في الحيطه وما تعرفش تجيب في اي حاجه. واخر لما زهقت عورته من وشه، بس بلاك هيسكت. قول معايا يا عزيزي. لا والله بيمسك منها السكينه وبينزل تشريح فيها حرفيا. اول ما بيخلص عليها بتقوم جاي نايم على كتفه، وساعتها بينزل من ايديها قنبلتين بينفجر، وصوت الزلزال بتاع القنبله بيسمع عند الناس اللي بلاك انقذه. وهل بلاك هيموت؟ هنشوف الوقت. في نفس الوقت ده الظابط بيقول يلا يمشي، وفعلا الكل بيمشي. بنرجع لبلاك تاني وهو بيحلم بمراته وعياله. بنرجع بالزمن لورا وبنشوف ان مراته كانت جايبه له لسه عربيه جديده، وبيشوفها وبيطمن ان العربيه امنه 100%. وعياله بتفضل يضحك وتهزر، ومراته بتقول له العربيه لسه جديده انت بتعمل ايه؟ ده بيقول ده حاجات انت مش هتفهميها. وساعتها عياله بتعمل له مفاجاه وتديله ساعه. كل ده نرجع للحاضر تاني والساعه بترن، وبيكون بلاك خد نفسه بالعافيه. وقتها بنشوفه هو داخل على الناس، بس البلد بيروح يقول له وبيساله هو انت عندك حل صح انت تطلعني من هنا؟ ويفضلوا يتعاركوا. في الاخر بلاك بيقول له لا ما عنديش اي حل، احنا مستنيين القائد بس هو اللي يطلعنا من هنا، اللي هم بتوع الامن وكده. ويوصلهم في الوقت الحالي ويلاقيهم بيكلموا الاسم بتاعهم. نعرف وقتها انهم بيكلموا الناس اللي فعلا القائد وفرقته راحوا موتوه. وبنرجع تاني للقائد. واحد من الفرقه طلع يقول له انه النفق اتهدم على القائده اللي هي مايا، ومتعصب جدا وكان هيخلص على اللي معاه بسبب انه ما اداش معلومات كلها صح. نرجع لبلاك تاني بالظابط اللي معاه، هما بيتعاركوا وفجأة بيقول الظابط في ريحة هوا جاية من المنطقة دي، وفعلا بيروحوا هناك ويطلعوا بينجوا. وأخيرا بيخرجوا وبيكون البارد فرحان جدا، بس هل الفرحة ده هتدوم؟ قول معايا يا عزيزي. لا والله بنلاقيه واخد طلقة في نص راسه. بنلاقي القناص قاعد يضرب في الواد في رجله، والبت اللي معاه موتها خلاص. البت قبل ما تقول بتقول الحقوا الواد، واكيد بلال بيكون عارف اللي بيجرى، وساعتها بيشوفه وهو قاعد فين. ساعتها المره الكبيره عاوز تطلع تجيبه، بس بلاك بيحذر الكل بيقول هو بيضرب على الواد فممكن عشوائيه، بس ما بيجيبهاش فيه عشان خاطر يسحبنا احنا كلنا ليه. بس ساعتها المره الكبيره ما بتسمعش الكلام وتطلع تجري. في نفس الوقت دوت بنت كانت هتضحي بنفسها عشان الكل يعيش تطلع تجري معاه، عشان هي عارفه اللي القناص هيختار المره الكبيره ويموتها الاول عشان هي المقصوده ومش عاوزين حد يموتها. فعلا بتشيل الواد ولسه طالعه تجري، قام القناص خبطها في رجلها وقام جاي موت الواد على طول. وبلاك بيتفق مع الظابطين انهم هيجروا ويجيبوا البنت والواد وهو يكفرهم، بس الرياح لا تسير كما تشتهي السفن يا عزيزي. تلاقي مره واحده القناص ضرب الواد اللي لابس اسمر، والواد الاسمر مش راضي يتحرك من مكانه، بيقول لي يا بلاك استخدمني كدرع وموت القناص. بس بيكون بلاك متردد، ومره واحده بيقول خلاص انا هعمل كده، وفعلا بيقوم جاي واخد بالواد الاسمر كدرع وبيموت القناص فعلا. بعد ده بنلاقي اللي القائد وصل وما بيلاقيش غير الجثث، وبيكونوا متعصبين جدا، بس بيبصوا على البيت ده وبيعرفوا اللي هم اكيد راحوا من هناك. وبنلاقينا بينتهي بينا المشهد لبلاك وهو واقف مع بقية الاعضاء وبيقول الناس اللي لسه عايشه روحوا انتوا وانا هعطلهم لحد ما انتوا تهربوا. انا بالله حبه من الفريق داخلين في المكان اللي بلاك فيه، بس هو مش هيلاقوه يا عزيزي، ده بلاك اللي هيلاقيهم اكيد. وبتلاقيه مره واحده ماسك شنيور وخارم دماغ واحد وبيقع على الارض، والتاني اول ما بيسمع الصوت بالله طلع يجري عشان يشوف صاحبه. مره واحده بتلاقي الصندوق الخشب ده نازل من مكانه وبيدفنوا مكانه على طول. والاتنين دول كانوا ماشيين مع بعض، بس اكبر واحد منهم اللي هم اتفرقوا. واول ما اتفرقوا واحد منهم راح للطريق اللي بلاك عامل فيه الخدعه بتاعته. اول ما بيقرب من الدماغ بتلاقيه
بيلاقيك ماسكه وخانقه وبيموت وبينزل دم، بيكون بيلاقي أهله بالسكينة من فوق. وأول ما صاحبه بيجي بيفضل ماشي وما بيكونش مركز مع صاحبه اللي متعلق فوق، وبيلاقي مرة واحدة في دم بتنزل على الأرض، يا دوبك بيبص فوق بيلاقي صاحبه. مرة واحدة بتلاقي فيه دم معدي في قلب رقبته معدي الناحية التانية، وبيلاقي مرة واحدة بلاك واقف في الحتة ديت وماسك البلطة دي ومستني الواد اللي جاي من جنة الحتة اللي هو بيبص لها. أول ما الواد يجي بيلاقي مرة واحدة خبطه في صدره وموته، والبلطة بتنزل متعلقة، والقائد بتاعهم بيشوف وبيضرب عليه بس بياخد الواد كفر. بتلاقيه ماسكه والطلق كل وجود بيجي فيه، واول ما القائد بيروح عشان يشوف اللي بيحصل بيلاقي ان اصلا بلاك اختفى من المكان. بنلاقي مره واحده طلع بالفاس دوت وخبطه وموت القائد بتاعهم على طول. نسمع وقتها ان القائد التاني اللي هو جوشي بيرن على القائد اللي هو في الفريق اللي مات، بيقول له ايه عملتوا ايه؟ قام جاي قايل له بلاك انا مستنيكوا كلكم، تعالوا لي واحد ورا التاني وانا اخلص عليكم زي الخرفان. وبنشوف اللي الفريق التاني داخل له بيكونوا بيدوروا عليه، بيلاقوا مرة واحدة الصوت فكلهم بيروحوا يمت هناك. أول ما بيروحوا بيلاقوا لعبة، فواحد منهم بيقرب وبتلاقيه بيفعل ده كان بلاك عاملها، وأول ما بيتفعل بنلاقي مرة واحدة في كربون أبيض نزل عليهم كلهم، بس القائد بتاعهم بيلمعهم وبيطفش قبلها. وأول ما الكربون بينزل عليهم بنلاقيهم كلهم انفجروا وكل واحد راح في ناحية، كلهم فعلا ماتوا بس القائد بيبقى هرم. وبنلاقي اللي هو مرة واحدة الماء كلها نزلت وغرقت المكان كله. بنلاقي مرة واحدة حبة كارتين نازلين على القائد بتاعهم وهو ماشي. بنلاقي بلاك طلع من تحته مرة واحدة ونازلين في عدد تخبيب بالمسدسات، واول ما المسدسات بتاعها بيخلص بنلاقيه ماسكين في بعض تخبيب بالايد اما بيرحموش بعض. بس بلاك بيكون مسيطر، بس مره واحده بنلاقي الطلقه دي داخله في جنبه وبيشوف واحد من الفريق اللي انفجر لسه ما ماتش وكان خلاص هيخلص عليه. بس مره واحده الفريق اللي بلاك نقصه بتلاقيهم جايين وبينقذوا بلاك على اخر لحظه تاني، وبنلاقيه نازلين تخبيط في بعض. مره واحده بتلاقي خانق القائد، بس وقتها الساعه بترن وبنلاقي القائد ذات نفسه اللي هو شوجي بيكون باصص الساعه مستغرب هي جات له منين. ومره واحده بلاك بيركز على قفا شوجي وبيعرف ده فعلا ابنه، بيلاقيه خانقه لسه. اول ما بيسيبه بنلاقي شوجي قام وقف تاني وقام جاي ماسك السكينه وراح غرسها في بطن ابوه، بس ما غرزهاش جامد عشان ما يموتوش. ومره واحده بنلاقي القائد جاي عليهم جري وبيكون ماسك سيف وكان خلاص هيطعنوا بيه، بس شوجي بتلاقيه ماسك السيف بايده وما بيقدرش يعمل اي حاجه، والقائد بيفضل يزعق ويقول له خلص عليه يا شوجي، خلص عليه وخلص على كل زمايله. مره واحده بنلاقي شوجي مخلص عليه فعلا، بس بيكون مخلص على القائد. وساعتها بنشوف الجماعه اللي انقذهم بلاك بيكونوا كلهم متجمعين حواليه. كده يكون ملخص فيلمنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش انت تشترك وتفعل زر الجرس، واهم حاجه تعمل لايك وتقول لنا رايك في الكومنتات تحت، وان شاء الله اي فيديو هتقول لي عليه تحت هتلاقيه معمول الفيديو الجاي. اشوفك الفيديو الجاي وسلام.